السلام عليكم، إن شاء الله تكونون بخير وسلامة. واليوم مثل ما تشوفون دولمة. طبخة اليوم راح تكون دولمة بيها كل المواصفات، حامضة ولاذعة وحمرة. تابعوا الفيديو للنهاية إن شاء الله يعجبكم. أول شي نقعت التمن قبل كل شي 3 أكواب تمن. غسلت السلق وقطعت من عنده العراميش، وغسلت الكرفس وبديت أغسل بالخضار مثل ما تشوفون، باذنجان وفلفل أخضر وبصل وطماطة. غسل زين حتى أبدي أحضرها. راح أبدي بالبصل مثل ما تشوفون، فتحتها من الجانب وأبدي أفككها. أول شي أطلع بالوسط، هذه راح أخليها أفرمها للحشوة، وهذه راح أفتحها واحدة واحدة. أهم شي بهدوء تفتحوها حتى ما تتكسر عندكم، واستمر بنفس الطريقة إلى أن أكمل كل كمية البصل اللي عندي. وأرجع على الباذنجان أقطعها من النص وأبدي أحفرها. كل الحشوة اللي راح أطلعها من الخضار راح أستخدمها لحشوة الدولمة، ما أذب أي شي. وأيضا أكمل بنفس الطريقة. طبعا أحاول أختصر عليكم الفيديو حتى ما أطول عليكم. وأبدي أقشر الشجر أو الكوسة. بعض الناس تستخدمها بدون تقشير للدولمة، لكن أنا أفضل أقشر الشجر لأن أشوف الغلاف ماله يكون صلب. وأبدي أطلع الحشوة وأرجع على الطماطة أيضا نفس الطريقة، أفرغ الحشوة اللي بيها. راح أفرم الخضار وأرجع لكم. هنا أنا جمعت المكونات 3 أكواب من التمن أو الرز، لحم مفروم ربع كيلو، وضفت الخضار اللي فرمتها، ربع كوب من دبس الرمان، ملعقة كوب لمندوزي، ملعقة أكل ملح، ملعقة أكل سكر، فلفل أسود نص ملعقة أكل، وملعقة أكل من الكاري، معجون طماطة 4 ملاعق. راح أكتب لكم المكونات بصندوق الوصف. وأضيف الزيت وأخلطهم. كل ما تكون الدولمة حمرة كل ما تكون أطيب. وأبدي أنزل الزيت بالقدر وأضيف عروش السلق بالأسفل، وأبدي ألف الدولمة. بالبداية بديت بالبصل، راح أضيف الخضار طبقة وبعدها أضيف السلق. أبدي أحشي البصل، أخلي كمية حتى ما يطلع أثناء الطبخ. وأرجع أحشي الباذنجان، وأحشي الفلفل، كمل حشوة الخضار كلها بنفس الطريقة. والطماطة. وهسه أبدي أحشي السلق أو ألف السلق بهالطريقة. أخلي الحشوة على الورقة على الجهة المطفية واللمعة تكون من الأعلى وأبرمها. وراح أخلص لف كل كمية السلق اللي عندي وأرجع لكم. وبعد أن كملت طبقة السلق وصارت بهذا الشكل، أضيف عليها ماعون أو صحن حتى تنضغط، أو أضيف مي كوبين فقط، لأن الخضار راح أذب السوائل اللي بيها، فما أريد تكون الدولمة عندي طرية. وبدأت تطبخ أول 10 دقائق على نار عالية، وبعدها كل 5 دقائق أهدي النار شوية إلى أن توصل للأخير. مدة الطبخ 1.5 ساعة. وهسه أشيل الصحن وأطفي النار. أضيف خبز الحار على القدر بهذه الطريقة وصينية وأقلبها.
وهذا شكلها بعد ان قلبت القدر. لا تعال وريحتها طيبة، ان شاء الله تجربوها بألف صحة وهنا. تحياتي.